في لحظة كده بتقف فيها فجأة وتحس إن في حاجة غلط، حاجة مش مفهومة، كأن حد بيراقبك بس مش شايفه. بتحاول تقنع نفسك إنك بتتوهم، بس كل ما الوقت بيعدي الإحساس ده بيزيد، وفجأة تلاقي نفسك في نص الكابوس، مش قادر تخرج، مش قادر تصرخ، مش قادر حتى تفهم إيه اللي بيحصل. ساعتها بتعرف إنك مش بتتخيل، ساعتها بتكون انت الضحية. أنا إيمي لين برادلي، أنا عندي 23 سنة من فيرجينيا، بحب الموسيقى والرقص وبشتغل مدربة سباحة. ماما وبابا وأخويا براد قرروا ناخد إجازة أحلام ونطلع رحلة بحرية على مركب اسمها رابسودي اوف ذا سيز. كنت مبسوطة وتحس إن الدنيا كلها قدامي. سهرنا في الديسكو بتاع السفينة، رقصت، ضحكت، اتصورت. الساعة قرب 2 بالليل، رجعت الكابينة مع أخويا، قلنا نصحى بدري ننزل بورت اوف سبين. قلت له أنا هخرج دقيقة أشم هوا وارجع. أخويا صحي الساعة 6 الصبح، لقى سريري فاضي، شبشبي لسه عند الباب، كارت الغرفة على الترابيزة، وموبايلي مقفول. هو افتكر إني طلعت أخد قهوة بدري، استناني وما رجعتش. أبا بلغ الأمن، المركب كلها اتقلبت تفتيش، دوروا في كل ممر، كل مطعم، كل حمام سباحة، ولا أثر. حد قال شاف واحدة شبهي على سطح المركب بالليل، وحد تاني قال شافني مع 2 من الطاقم. كله كلام، مفيش دليل. الأمن قفلوا الأبواب على الركاب طول اليوم، بس المركب كانت خلاص قربت ترسو. قالوا يمكن وقعت في البحر، بس كنت سباحة محترفة والموج هادي. قالوا يمكن هربت، بس شنطة هدومي وجواز السفر لسه في الغرفة. ناس قالت إني اتخدرت واتخطفت لتجارة البشر في الجزيرة اللي بعدها. ناس تانية قالت شافوني بعد كام سنة في بورصة عيون حمراء بتشتغل في بار مشبوه. الFBI دخل على الخط، بس كل الأدلة صفر. ماما استلمت إيميل بعد شهور من واحد بيقول إنه شافني متربطة في بيت مهجور في كراكاو. قال إنه كان سامعني بيعيط وبصرخ ماما أنقذيني. ماما بعت ذهبها وسافروا قلبنا الدنيا هناك، وفي الآخر ملقيناش في البيت مهجور وريحة عفن. كل عيد ميلاد بابا بيعلق صورة ليا على باب البيت ومستني حد يخبط. أخويا لحد النهاردة بينام بنور مولع عشان الكوابيس، وأنا صوتي اتنسى وسط هدير البحر اللي بلعني. لو كنت وقعت جسمي كان هيرجع للشط بعد كام يوم. لو كنت هربت كنت هستعمل جواز السفر. لو كنت اتخطفت يبقى الكابوس لسه منتهاش. لو كنت بتسمعني دلوقتي خليك واعي لكل نظرة، لكل صوت، لكل إحساس غريب بيعدي عليك، لأنك ممكن تلاقي نفسك في نفس مكاني. وقتها مش هتبقى مجرد مشاهد، وقتها هتبقى أنت الضحية الجاية.